رتبت معهم أي ترتيب؟ الأمريكان؟ أي نعم. الأمريكيين يعني. نعم. هل كان هناك أي ترتيب؟ لأنه إحنا سمعنا كثير عن ترتيبات بين الإخوان المسلمين والولايات المتحدة الأمريكية، لكن هل كان هذا موجود؟ هل كنتوا جزء من صفقة؟ هل هناك كان ترتيب؟ هل هناك أي اتصالات، تشاورات؟ الاتصال شيء والاتفاق على شيء هذا أمر. طيب خلينا في الاتصال. لابد لحزب رأى نفسه أنه أصبح الثاني على مستوى الجمهورية، لابد عليه أن يتواصل مع الجميع ليوصل أفكاره بوضوح من غير وساطة، وليقوى ليفهم من الآخرين أفكارهم، وفي نفس الوقت عشان يوصل رسالة مفادها إيه مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع غيرها، أننا نريد لشعبنا تحقيق الوين وين ريليشن شيب أو الوين وين سيتويشن. أنت كسفارة أمريكية أو كدولة أمريكية تريد تحقيق مصلحة شعبك، وأنا أيضا أطمح في تحقيق مصلحة شعبي، فلا تقف أمام تحقيقي لمصلحة شعبي. العلاقة لما تقوم على هذا النحو المتوازن مقبول ان انا اتواصل عشان اوصل الرساله دي. نعم. انما لو في استعلاء او في تبعيه هذا امر نرفضه. واعتقد ان الامريكان عليهم ان يتفهموا ان بعد ثورات الربيع العربي المعادله تغيرت كثيرا جدا، فالتواصل نفسه مقبول جدا بالنسبه الينا. وبالمناسبه اصدقائنا في مصر من الليبراليين دائما ما يخلطون اما عمدا او اما بحسن نية، وإن كنت أظن أنها الأولى، ما بين التواصل وما بين طلب المساعدة وما بين استمراء كمان طلب المساعدة. يعني أنتم تواصلتوا لكنكم لم تكونوا جزء من صفقة، لم تعرضوا ولن نكون يا سيدي، ولم تكونوا أتباع، ولن تكونوا جزء من صفقة. ليش طيب؟ لا، هذا الأمر غير مقبول. ليه؟ إذا كنا إحنا أحد أحلامنا وطموحاتنا أن مصر ترجع إلى دورها القيادي ودورها الإقليمي الكبير، كيف نقبل أن نكون تابعا لأحد ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية؟ نقبل علاقة تحترم الشعبين، تحترم مصالح البلدين، نعم، لكن التبعية لا يرضاها أبي، لا يرضاها ذو كبرياء. طبيعة العلاقة